السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ ومعانا الحلقة التانية على التوالي من ده نواعم وبسكويتات وجمال وحاجات الكحك كله والغريبة. وعملنا معاكم الكحك، والنهاردة عملنا الغريبة. شايفين بسم الله ما شاء الله. تعالوا يلا شاهدوا الحلقة القمر دي اتعملت ازاي. شايفين الاشكال والابداع والحاجات الجميلة ازاي حبايبي. بس ما تنسونيش اول ما تبداوا تخشوا تشاهدوا الحلقة تدوسوا على اللايك كتير علشان الفيديو يكبر ويوصل لاكبر مشاهدين. يلا يا حبايب قلبي اتفرجوا واستمتعوا بجمال الفيديو. النهاردة هنعمل مقادير الغريبة بكل بساطة وسهولة في قلب الكبة بايديك. عايزة تعمليها بايديكي كده، مع عندك مضرب كهربائي ماشي، مضرب يدوي ماشي. هقولك على المقادير النهاردة بالكوباية وبالميزان. معايا 350 جرام من الزبدة المثلجة، لازم تكون مثلجة. هيعادل معانا كوب ونص او 2 الا ربع من الكوباية. وهي الكوباية المعيارية بتاعتنا دي اللي هنشتغل بيها النهاردة لو انت عايزة تعايري بيها الكوباية الحجم ده. ومعانا 150 جرام من السكر، وهيعادل الكوباية دي برضو، والكوباية المعيارية بتاعتنا برضو هي دي. ومعانا نص كيلو من الدقيق. ميزان هيعمل بالكوباية 4 كوبايات من الدقيق. يلا بينا يا حبيبتي نشتغل. معانا الزبدة كده هنسمي بسم الله ونحطها هنا في الكبة. يبقى حطينا 350 جرام من الزبدة، وتكون ساقعة ما تكونش باردة علشان تعمل قوام كريمي معانا. وهنضربها الاول قبل ما نخلط السكر. وهنا يا حبايبي بعد ما ضربنا الزبدة بتاعتنا هنضيف السكر بتاعنا اللي هو الكوباية المعيارية دي، او 150 جرام لو هتوزني بالميزان. المكون السحري بقى يا حبيبة قلبي اللي مش هتلاقيه غير في قناتي وبس، وهو معانا لتبييض الغريبة والتنعيم الغريبة، تبقى خليها غريبة فعلا على حق. بياض البيضة القمر دي هتضربيها في الكبة مع الحاجات ديت، هتخليلك الفوم عالي وحاجة جامدة اخر حاجة. نبدأ بقى نضرب كده يا حبايبي. شايفين ما شاء الله فوم عالي معايا اهوت. تفضلي تضربي فيه لحد ما السكر ما يبانش. طبعا عشان المصداقيه هي الكبه بتاعتي ما طحنتهاش قوي، فانا قلت اعملها على ايدي كده زي زمان اهالينا كلهم لحد الان اللي ما عندهمش كبه ولا عندهم مضرب كهربائي بيضربوا كده الحاجه بايديهم، وكبه تطلع بركه وجميله في ايديهم. فانا قلت اكمل كده عشان تنجح، اعمل زي زمان وزي ما اهالينا ما كانوا بيعملوا. افضل اضرب كده الحاجه بايدي لحد ما يدينا الفوم اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين كده هبدا انزل بقى تدريجي كده. ادي اول كوبايه معياريه من الدقيق. طبعا انا الدقيق نخلاه. هبدا كده اقلب كويس لحد ما نخلص ال4 كوبايات دقيق بتوعنا او النص كيلو. وهنا هبدا انزل بالكوبايه التانية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا قلبي براحتك ما تخافيش، ديت مش عجينه، مش هتعمل عرق عشان هي ما فيهاش اي سوائل خالص. زي ما انتوا شايفين خلصنا الكوبايتين، فاضل التالتة هننزل بيها ونشوف قوام العجينه هيبدا معانا يعمل ازاي الغريبه. ادي منظر العجينه معانا بعد ما خدت ال3 كوبايات، وادي الكوبايه الرابعه المعياريه. هفضل اقلب كده برضو لحد ما اشوف قوام الغريبه معايا. ودول حبة الدقيق اللي بقوا معانا من نص كيلو، هيبقى كده خدوا النص كيلو 4 كوبايات من دي وربعها. هنروح برضو نلف العجينة بتاعتنا عشان العجينة بتاعتنا لسه طرية ما لمتش، لسه دايبة وناعمة خالص. اما نشوفها تتماسك مع شوية الدقيق دول ولا لا. هي بكده الخليط ده خد معايا نص كيلو من الدقيق. بصوا حبايب قلبي، انا بعد ما حطيت النص كيلو دقيق ناعمة جدا في ايدي. فطبعا ده بيرجع من نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. الدقيق دوت لسه الخليط عايز له حبة دقيق. شايفين المنظر؟ هي قربت يعني عايزة مثلا بتاع 10 جرام دقيق كده عشان تتمسك شوية. هي ناعمة وجميلة جدا اهي ما شاء الله. شايفين منظرها؟ بس عايزين نمسكها شوية عن كده. وهي حبايبي خدنا ربع برضو الكوباية المعيارية، هنحطهم كده حبة حبة ونبدأ كده نلفها تاني ونشوف الخليط بتاعنا.
او الغريبه بتاعتنا هتتماسك وهتبقى حلوه ازاي. كده هي يا حبايبي خدت 4.5 كوب من الكوبايه المعياريه دي، يعني نص كيلو و50 جرام دقيق. بصوا ما شاء الله شايفينها اتمسكت ازاي. نعموها كويس وكوروها وشكلوها واعملوا لها تيست كده اختبار في الفرن زي ما انا هعمل دلوقتي. بصوا بقى يا حبايب قلبي ما شاء الله الحاجه اللي احنا عجننا فيها نضيفه ازاي، ده دليل على ان العجينه بتاعتنا كويسه. شايفين هنمسك كده حته ونبدا كده نختبرها. شايفين ما شاء الله ولا شقايق ولا فيها اي حاجه. بصوا العجينه بتاعتنا جميله ناعمه جدا حلوه. احنا هنبدا نجرب اتنين زي ما انتم شايفين كده. نبدا كده ايه بسم الله نجرب واحدتين معانا في الفرن ونشوفها هتفرش معانا ولا لا. بصوا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده منظرها. نبدا بقى باي حاجه تزيني بيها كده بالمنظر دوت. عندي طبعا الذهبي شوكولاته ذهبي وشوكولاته فضي. هنبدا نزين كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. عندك زبيب حطي، عندك مكسرات حطي اللي يعجبك، المتاح عندك اعمليه. دي شوكولاته كده خرز بتتزيني بيها الغريبه او بالسوداني ماشي. شايفين ما شاء الله منظرها. دي اختبار هنروح نحطها في الفرن زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. دي درجة الحرارة 155. هنعليها بسيط بس هنخليها 175. مولعين الفرن طبعا زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ ايه نسمي بسم الله نختبر الغريبة بتاعتنا. بصوا حبايبي الغريبة بتحب النار الهادية يا اجمل اخوات في الدنيا. هي هنا ما شاء الله يعني هي فرشت حاجات بسيطة جدا، فرشتش قوي. وهنا يا حبايب قلبي بعد ما اختبرت طبعا الغريبه بتاعتي بدات اشكل فيها كده زي ما انتم شايفين. وبدات اعمل ايه منظر حلو كده. هو ممكن ما يكونش جديد بس حاجه منظر كده حلو مختلفه عن شكل الغريبه الطبيعي. بدات اعمل 3 كور كده صغيرين زي ما انتم شايفين كده، وابدا اشكلها بالمنظر دوت واضمهم ضمه صغيره كده جنب بعض عشان تمسك في بعضيها. شايفين المنظر ما شاء الله. هبدأ بقى اشكل الغريبة بتاعتي ديت بالخرز او بالسوداني او بزبيب باي شيء عندك. بصوا شايفين ما شاء الله اللي طلعت وشايفين منظرها من تحت محمر. هي لازم المفروض تطلع لون اقل من كده شويه بس ما شاء الله ولا ساحت ولا عملت اي حاجه. اشتغلوا بالمقادير دي يا حبايب قلبي بجد بجد الوصفه هتعجبكم قوي. بصوا بقى يا حبايب قلبي انا هبدا كده اطلع الصاج التاني معاكم اهو. بصوا ما شاء الله شايفين اللون. بصوا ما شاء الله هي طريه بس ما بصمتش. شايفين هو ده بقى اللون اللي احنا عايزينه فيها. سخنه قوي جدا على فكره. طلعوها باللون ده زي ما قلت لكم كده ولا بصمت ولا حاجه وشكلها جميل جدا يا حبايب قلبي. وادي الصاج التاني اهو ومعانا صاج كمان اهوت هندخله برضو في الفرن. خلي بالكم ان الفرن كل مدى بيحمى على الغريبه فخلي بالكم ما تطولوهاش في النار. بصوا بقى يا حبايب قلبي وبكده يبقى انا خلصت الغريبه بتاعتي وما شاء الله. بصوا الكميات الله اكبر. النص كيلو طلع معانا قد ايه. ببدا بقى ارصها كده زي ما انتم شايفين وبكون خلصت الفيديو بتاعي. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه بتاعتي. انا عارفه ان انا عاملاها متاخر بس للظروف كنت انا تعبانه والله شويه. واتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه ديت وتكتبوا لي في التعليقات لما تجربوها بنفس المقادير ديت قولوا لي عملت معاكم ايه. كل عام وانتم بخير يا رب يا حبايب قلبي ويعود علينا الايام بخير يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في حفظ الرحمن.